امتى تنزل العياده؟ والحقيقه ده السؤال اللي بيخطر في بالنا كلنا من اول يوم بندخل فيه الكليه لحد ما بيجي الوقت المناسب وبننزل فيه العياده. فيديو النهارده جاي اقول لك عن الحاجات المهمه اللي تخلي بالك منها وقت ما تفكر انك تاخد خطوه زي دي. يلا بينا نبدا. يلا بينا. قبل ما ندخل في الموضوع بتاعنا بس خلينا اسالك سؤال. ايه الغرض من انك انت تنزل العياده؟ لو غرضك انك تنزل فتشتغل بايدك على طول فالحياه دي مش هتحصل. لو غرضك انك تنزل فتشتغل او ما تشتغلش فيكون في مقابل مادي فالحقيقه برضو ده مش هيحصل. طيب خلينا نقسمها واحده واحده معانا كده ونتكلم على كل جزئيه بالتفصيل. امتى افكر ان انا انزل العياده اصلا؟ او ايه الوقت اللي انا اكون مؤهل فيه ان انا انزل العياده او ان انا اخد خطوه زي دي؟ زي ما قلنا من السؤال، ان انا اكون مؤهل، الوقت ان انت مؤهل فيه. فما تجيش انت لسه في بدايه حياتك، لسه في سنه اولى فعايز انزل العياده. مش هتبقى مستفيد خالص او مش هتستفيد او بتضيع وقتك على الفاضي. فمش هتكون احسن حاجه بالنسبه لك. الوقت اللي انت تكون مؤهل فيه ان انت على الاقل خدت سنه في مرحله البري كلينيك، فانت عارف البيزكس. مش مطالب منك انك تبقى عارف 100%. مش مطالب منك انك تكون عارف كل التخصصات، عارف كل حاجه في المجال. بس على الاقل عارف البيزكس، الحاجات الاساسيه. لما تنزل تبقى واقف في عياده تبقى انت فاهم ايه البروسيجرز اللي بتحصل. مش شرط 100%. لو يا سيدي 40% 30% حلو قوي، مؤهل انك تنزل عياده. وخطوه حلوه قوي انك تبدا تنزل في المرحله دي. تمام. طيب، عرفنا ان انت امتى تنزل. تاني حاجه نتكلم فيها وهي اختيارك للمكان. طيب مش ان انا خلاص وصلت لمرحله البري كلينيك او انا عديت سنه في مرحله البري كلينيك في اي مكان يلا هوب يلا بينا انا هنزل المكان ده. الحقيقه من العوامل الكبيره قوي، العوامل المؤثره جدا في وجودك في المكان هو المكان نفسه. يعني اول حاجه فيها وهو الدكتور. رقم واحد طبعا في المكان. ومش بس الدكتور اللي المفروض تكون مختاره فعلا، كمان الاستاف كامل. انت خلاص ممكن الدكتور كويس بس الاستاف وبقيه الناس الموجودين مش كويسين او انت مش مرتاح معاهم، فبالتالي لا بلاش، ما انصحكش. طيب خلينا نتكلم على اول حاجه الدكتور. طيب الدكتور لو هو مش احسن حاجة او ان انت عارف ان الدكتور ده مش هيفيدك فانت خلاص ما تكملش. ما تكملش غير لما تكون عارف ان الدكتور اللي انت معاه ده هو حرفيا عايز يفيدك بكل حاجة. عايز يديك كل كبيرة وصغيرة هو عارفها. صعب اننا نلاقي حد كده ان هو عايز يعلمك كل حاجة، بس والله فيه. وفي ناس كتير قوي لسه فيهم خير ولسه عايزين يعلموا. يعني انا واحد من الناس، دكتوري الغالي عليا طبعا، اخ كبير ليا، دكتور احمد خطاب. يعني احب اشكره جدا جدا، يعني حد يعني لو فضلت اقول عليه من هنا الصبح. فلا ما شاء الله، يعني حد هو عايز كل كبيرة وصغيرة عنده بيديها لك. لدرجة ان انا في مرة قلت له انت ليه بتعمل معايا كده؟ يعني حرفيا كل حاجة العيادة كأنها عيادتي اول ما بدأت انزل. فكانت اجابته والله يعني حاجة، يعني شخص قمة الاحترام وقمة الاخلاق. يعني انا فخور ان انا كنت معاه في يوم من الايام، وفخور ان انا اتعلمت معاه طبعا. وليه فضل كبير عليا بعد ربنا. قال لي انا وانا في سنك لقيت اللي يعمل معايا كده، فبرد من اللي عليا. قال لي انت برضو لما تبقى توصل في مرحلة معينة برضو تعمل حاجة زي كده، صدقني هتبقى حاجة كبيرة ليك قوي عند ربنا وحاجة يعني حلوة قوي. فلا، في دكاترة كويسين هتقف معاهم هيعلمك كل حاجة. طبعا مش مستنيين اقول لك اللي المفروض تعمله، والمفروض تبقى اسلوبك عامل ازاي، المفروض تتكلم ازاي، كل الحاجات دي احنا عارفينها فمش هنتكلم عليها. فخلاص احنا عرفنا اول حاجة معانا وهي اختيارك للمكان نفسه او الدكتور او الاستاف اللي موجود بشكل عام. تاني حاجة، انت وجودك في المكان هتعمل ايه؟ زي ما اتفقنا، لا انت مستفيد ماديا ولا انت مستفيد ان انت هتشتغل بايدك. الحاجتين دول مش موجودين ومش هتشتغل. يعني خلينا نتفق، هو الشخص او الدكتور ده مكانه الخاص، فهو تعب فيه، عامل اسم كبير، فمش هيضحي بكل ده في ان هو ان انت اول ما هتروح يلا خد تشتغل. فلا، انت واقف بتتعلم. بس بتتعلم يبقى واقف بتتعلم. مش واقف بتقضي وقت ان انت واقف كده اللي هو الحالة واقفة فانا واقف اوبزرفر مثلا. لا، انت واقف شايف كل كبيرة وصغيرة الدكتور بيعملها.
بتتعلم دايجنوزس، بتتعلم مانجمنت، بتتعلم اداره للمكان كله، بتتعلم حاجات كتير قوي قوي اكبر واحسن وافضل من انك انت تشتغل بايدك في الاول كبدايه او ان انت تاخد فلوس. لا، الحاجات دي اكبر بكتير وهتفيدك بكتير. بس المطلوب منك انت واقف انت مركز في كل حركه الدكتور بيعملها، حرفيا كل حركه كبيره وصغيره الدكتور بيعملها فانت واقف عينك عليها. مش متابع او يعني مش حاجه انت ما فهمتهاش او ما وصلتلكش تقدر بعد كده. طبعا كل الكلام ده احنا عارفينه ومش ده موضوعنا ومش ده اللي هتكلم عليه، بس برضو مش ده كفايه، ده مش كفايه. مش كفايه ان انا ابقى واقف مركز مع الدكتور بس، مش كفايه حتى ان انا ابقى بسأل الدكتور بس والدكتور بيرد عليا. لازم تطبق، لازم تطبق. كدكاتره كبار او ايا كان دكاتره بعد كده في المجال، الحاجه اللي بتبقى عايز تعملها انت بتروح تطبقها على اكريل، بتروح تطبقها على موديل، بتروح تطبقها على اي حاجه، الا انك انت تروح تبدا الحاجه لاول مره على بيشنت. دي بتكون صعبه قوي قوي لان انت شغال على بيشنت، ده روح، ده بني ادم. فالغلطه بتتحاسب عليها. لو ما كنتش بتتحاسب في وقتها ماديا او ايا كان او اي حاجه، فانت بتتحاسب عند ربنا، ودي كبيره قوي ودي اكبر من اي حساب. الغلطه بتزعلك وبتزعل حاجات كتير قوي، فلا. فايا كان دكتور كبير صغير بدايته بتبقى على اكريل، بتتعلم على بيزكس، على حاجات موديلز، على اي حاجه. الحاجه اللي انت بتشوفها، شفت حاجه لسه اول مره تشوفها او اول مره تتطبق قدامك، مش هتخسر حاجه لما تروح تطبقها انت في البيت على اي حاجه. تتعلم مسكه اي حاجه الدكتور انت شايفها ماسك فورسبس، ماسك اي ماسكه كونترا، ماسكه ابليكيتور، ماسكه ايا كان اي حاجه هو الدكتور بيستخدمها او انت شفتها قدامك، لازم تروح تطبقها، ومش هتتعلم غير بالطريقه دي. عايز اقول لك يعني لحد النهارده، انا شخصيا لحد النهارده الادوات بتاعتي كلها، انا عندي اوضه كده هي فيها يعني يعتبر عاملها عياده في البيت، عياده بس على شغل اكريل. لو انت اي حاجه جديده انت عايز تتعلمها بتطبقها، حتى لو مش جديده بتطور من نفسك يا سيدي، تتعلم انت كل ما بتعمل حاجه. وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، كل ما بتعمل حاجه ووقتك وسنك بيكبر فكل ما بتتعلم حاجه اكتر، فلازم تبقى متابع ولازم تشتغل على نفسك. ده اللي هيميزك. يعني صدقني انت لما تبقى موجود في الاول انت واقف 2 3 4 معاك واقفين، ايه اللي هيميزك عن غيرك؟ ومش هتيجي على قد التلاتة أربعة، احنا عددنا كبير، ويعني الحقيقة أنا ما بحبش أتكلم في الموضوع ده. بس اللي هيميزك في الموضوع ده كله إنك أنت تشتغل على نفسك، إن أنت تتعب. مش بس بروح العيادة بقف بشوف الحالة حالتين في اليوم ثلاثة وبروح خلاص أنا نايم على كده، لا، لازم تشتغل ولازم تتعب. طيب نيجي لآخر مرحلة معانا وهي مرحلة ما بعد التدريب. طيب انا خلاص بقيت مؤهل واخترت المكان المناسب ونزلت المكان وتعلمت واشتغلت على نفسي وبقيت بعمل كل الحاجات اللي اتفقنا عليها وكله تمام وشغال وزي الفل. هل هفضل مستمر على كده؟ هل هفضل مكمل على كده؟ الحقيقة لا طبعا. طيب نيجي بقى في المرحلة اللي بتبقى النقطة الحرجة شوية، والحقيقة انا ما بحبش الفترة دي قوي، لان بيكون فيها استغلال كبير قوي. طيب هنا بقى الحاجة ان انت لازم تبقى واخد بالك منها قوي وما تخليش حد يستغلك. مش عايزك تكون قطعة في لعبة شطرنج، حد بيحركك زي ما هو عايز. انت خلاص حاسس ان انت وصلت لمرحلة معينة فانت خلاص كده تمام، هتقدر ان انت تاخد حقك بعد كده وتشتغل بمقابل حلو قوي. خلاص مش هتقدر، يبقى خلاص متشكرين وشكرا. طيب المرحله دي الحقيقه مهمه قوي 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 وفيها كلام كبير قوي. في دكاتره بنتفق او يعني في دكاتره ماشيين بنظام انا ما بحبش النظام ده، اللي هو بعد فتره انت بتفضل اوبزرفر واقف بس زي ما اتفقنا، انت واقف بتستفيد، وزي ما اتفقنا في الكلام اللي قلناه كله انت واقف بتتعلم. طيب يقول لك بعد فترة هنشوف، يعني بيحدد لك فترة. انت ليه محدد له فترة؟ هو انت عارف اللي قدامك ده امكانياته ايه؟ هو مثلا وليكن مثلا هات لك رينج 3 شهور يا سيدي، هو في شهر بقى بيرفكت. يعني انا مش بتكلم على حد اللي هو لسه بادئ، يعني انا بتكلم حد مثلا شغال وداخل بدايتنا كلها بتبقى كده. هو الحد ده في اقل من شهر يا سيدي هو بقى بيرفكت، هو تمام. ليه محدد له النسبة؟ هو انت هي عربية بتلينها يعني؟ فحقيقة الحوار ده ما بحبوش ابدا، اللي هو بعد فترة نبقى نشوف بقى، اللي هو لا، مفيش حاجة اسمها بعد فترة نبقى نشوف.
خلاص طالما حاسس ان انت مؤهل ان انت تقدر تشيل حالات وتشتغل، توكل على الله. المكان مش مقدرك فبناقص المكان خالص، وتقدر تشوف غيره وتستفيد في مكان احسن. وعايز اقول لك لو الدكتور اللي انت معاه زي ما اتفقنا، ده اول شرط اتفقنا واتكلمنا عنه، لو الدكتور اللي انت معاه حد كويس هيديك الفرصة دي في اقرب وقت، اقرب وقت ممكن تتخيله، بس بشرط ان انت تتعب وتشتغل على نفسك. هو مش هيديك الفرصة دي وانت شايفك قاعد، وهو شايفك قاعد بتلعب، او هو شايفك مش مؤهل. انت شغال على نفسك زي ما اتفقنا، الخطوات معانا بالترتيب، اشتغلت عليها، اشتغلت على نفسك، طورت من نفسك، هو شايفك عندك عايز تقدم يعني، عندك حاجة حلوة هتضيفها للمكان، سواء شغل، سواء ايا كان. ف لو الحد ده كويس، وزي ما اتفقنا هو اول شرط واهم شرط بالنسبه لي ان المكان او الدكتور يكون حد انا برتاح له، او ان هو يكون شخص كويس. ما تخليش حد يستغلك. العدد بيبقى كبير زي ما اتفقنا. اهم حاجه تبقى انت شغال على نفسك، تميز نفسك بنفسك. برضو يعني حاجه كمان يعني، بس خلينا ممكن نتكلم فيها في وقت تاني. انك لازم تشتغل على نفسك كويس قوي، والعدد وسط العدد الكبير ده لازم تكون مميز بحاجه. لما تبقى رايح في مكان انت في 20 30 واحد مثلا داخلين معاك، ايه هيميزك عن ال 20 30 اللي موجودين الا الحاجه اللي انت اشتغلت بيها على نفسك، ويعني وصلت لها وحققت لها بينك وبين نفسك. برضو مش مهم، او ان انا بالنسبه لي شايف ان مش مهم ان انت، او مش صح ان انت تقعد تقول انا بعمل وبخلي وبسوي. خلي شغلك دايما هو اللي يتكلم عن نفسك، هو اللي يتكلم عنك. خليك دايما شخص عملي، يحب شغلك، اشتغل على نفسك، صدقني هتفرق معاك كتير قوي. كده نكون وصلنا نهاية الفيديو، واتمنى نكون استفدنا. السلام عليكم.